مرحباً بكم أعزائي في هذا الفيديو الجديد، حيث نعيش معاً لحظة استثنائية طال انتظارها. نادي برشلونة يتوج بطلاً للدوري الأسباني لموسم من 2024 إلى 2025. نعم، البورصة يعود من جديد إلى القمة بعد موسم مليء بالتحديات والإثارة، وبعد أعوام من الغموض والتذبذب في الأداء. ها هو يثبت للجميع أن المجد لا يغيب عن الكبار طويلاً. منذ الجولة الأولى ظهر واضحاً أن برشلونة عازم على العودة. فريق شاب طموح يلعب بثقة وروح قتالية عالية، قدم موسماً رائعاً جمع فيه بين الأداء الجميل والنتائج القوية، فاستعاد بذلك مكانته الطبيعية بين عمالقة كرة القدم. نمط لعب برشلونة كان واضحاً وثابتاً: استحواذ ذكي، ضغط عال، وتمريرات دقيقة، مصحوباً بروح جماعية تجسدت في كل مباراة، جعلت من الفريق كتلة واحدة تتحرك بانسجام. أما النجوم فلكل منهم بصمته. لامين يامال جوهرة الهجوم وصاحب اللمسات السحرية، خطف الأنظار بسرعته ومراوغاته وأهدافه الحاسمة. بيدري الذي أثبت من جديد أنه قائد في وسط الملعب بتوازنه بين الدفاع والهجوم ورؤيته الثاقبة. غافي قلب الفريق النابض، لا يتوقف عن الركض والضغط وصناعة الفارق. وفي الدفاع كوندي الذي قدم أداء دفاعيا من الطراز الرفيع. ولا يمكن أن ننسى تير شتيغن الذي كان حاسما في لحظات عديدة وتصدى لهجمات خطيرة بأداء استثنائي. وجاءت لحظة الحسم في الجولة الأخيرة، مباراة مصيرية أمام خصم عنيد والتوتر في أعلى مستوياته. كن لاعبي برشلونة أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، فسجلوا، دافعوا، وصمدوا حتى صافرة النهاية. وعندها انفجرت الأفراح. برشلونة بطل الدوري الأسباني للمرة 28 في تاريخه. هذا اللقب لم يكن مجرد تتويج، بل كان رسالة تؤكد أن برشلونة لا ينهار، بل يعيد بناء نفسه بهدوء وثقة، ويعود دائما أقوى. جيل شاب يملك الموهبة والإصرار أعاد البريق لناد عرف طريق المجد ولا يرضى بغيره. برشلونة أكثر من مجرد نادي، هو روح، هو هوية، وهو مدرسة في عشق الكرة الجميلة.